انا كنت تطرقت كده، أنا قلت ان هنتناول في البث طبعا المكتبه القرانيه بتاعت عم الشيخ مصطفى اسماعيل والقراء اللي هم من مدرسته موجودين في الاذاعه، وجزئيه حركه الايد لقارئ القران اثناء التلاوه. تمام، واحده واحده بقى، عشان طبعا الموضوع ده هيودينا للموضوع الساخن القائم حاليا. قراء القرآن لما يجوا يقرأوا، في منهم على حالة، اللي هو الحالة الأولانية إن إيده تحت كده، زي مين؟ زي عمنا الشيخ الحصري، وزي الشيخ الحصري كانت بتبقى إيده على فخده كده، يعني معلش أنا رجليها مش باينة، بس كانت إيده على فخده كده، ولاحظوها في الفيديوهات كويس. عم الشيخ الشحات رحمة الله عليه أنا حضرته، كانت إيده كده مطبق مشبك إيده كده وحاططها تحت كده. حلو الكلام. يبقى دي الإيه؟ الحالة الأولى. الحالة الثانية من أوضاع اليد، بتلاقي القارئ حاطط ايده كده، تمام، وبيقرأ كده، وساعات بيتمايل كده. طبعا زي مين؟ عمنا الشيخ عبد الباسط رحمة الله عليه، عم الشيخ المنشاوي كذلك، عم الشيخ محمود علي البنا، الباشا مصطفى اسماعيل، كانت ايديهم عاملة ايه؟ عاملة كده اهو. تمام؟ طيب. عم الشيخ حصان الحالة الثالثة، عم الشيخ حصان كانت تلاقي صباع كده حاطه هنا على ودنه كده، الله يرحمه كده اهو، لاحظوها. تمام. طب في ناس بتسالني، طب ايه يعني ايه فايده الليله دي؟ هو الواحد، بص جرب انت كده انك تحط ايدك كده وتسد الحته دي كده وتطبقها، بتلاقي انت بتسمع صوتك من جوه. تمام، فدي بتفرق شويه مع القارئ كويس. فالحاله الثالثه كان عم الشيخ حسان رحمه الله عليه صباعه كده اهو. تمام، يبقى دي ايه الحاله ايه الثالثه. الحاله الرابعه عم الشيخ سام متولي، كانت تلاقي ايده عامله كده كأن واحد بيدعي، مش كده ولا ايه؟ يعني هو اثناء القراءه كده تحس ان ايه، واحد كأنه بيدعي. تمام. الحاله الخامسه عم الشيخ راغب غلوش، كنت تلاقي ايه ايده كده قريبه من المايك كويس. واللي ماشي برضو على نفس التقليد كده تلميذه الشيخ عم الشيخ عبد الناصر حرك، كذلك تلاقي ايه ايده كده على الايه، على المايك. تمام. الحاله السادسه عم الشيخ الطنطاوي رحمه الله عليه، كنت تلاقي ايده عامله كده، وايه مقدمها كده شويه، ايده اليمين، وعلى نهجه برضو ابنه السيد عم الشيخ السيد محمد عبد الطنطاوي. تمام. والحاله اللي بعد كده السبعه الشيخ ممدوح عامر، تلاقيه ماسك ايده كده اهو. وايه ومطبق ايده كده اهو، وبيقرا في الايه، في المقطع بتاع ايه، بتاع سوره الايه، سوره النمل. تمام. فدي الاوضاع التلقائيه لحركات الايد لتلاوه الايه، القران الكريم. طيب